السنة التانية تبتدي وكابتن حسام باولو يشتغل على نفسه ويجيب 23 جون، منهم 20 جون في الدوري و3 في الكاس. بالمناسبة ده معدل كبير قوي لفيرود بيلعب في الداخلية اللي هي اصلا بتنافس على الهجوم. هم اصلا في الماتش بيروحوا هجمتين 3. وبكده كابتن حسام ياخد هداف الدوري لموسم 2015. خلاص هو حسام باولو هيبقى اخره في سموحه يعني. الكابتن حسام ما اكتفاش بكل الانجازات دي كلها، وانه بقى عنده 31 سنه وبقى شايف انه العادي ان هو ياخد هداف الدوري، بس اتولد عنده حلم جديد انه يلعب مع المنتخب. اصل ليه لا، انا راجل هداف الدوري. المهم عقده خلص مع الداخليه وانتقل لسموحه، وقعد اول 3 ماتشات ما جابش جوان. الناس قعدت تقول لاعب الموسم الواحد وابتدوا يهاجموه وسنه كبر واعتزل انت فوق ال30. الكابتن حسام مركز ومش سامع اللي حواليه وشغال في صمته. قام شغل وضع لو صدعتوني يطلع حماسه وعمل تعويذه عبد موته، نزل في انديه الدوري وهاتك يدعك. لو صدعتوني هطلع حماسه، اللي مخلص الباقه، اللي مولع الدنيا، اللي مفجر الطاقه. وليه الموسم الثاني كابتن حسام باولو هداف الدوري ب 17 هدف. ولا انا بحلم؟ ففي حاجات كده بتحصل لك كده معقوله. وكمان كابتن حسام كان زعلان لانه كان شايف ان هو ممكن يحط 10 تجوان كمان ولا حاجه وضاعوا منه. يستحق الهزيمه. احنا مش رجاله النهارده، عشان كده خسرنا ونخسر 2 و3 و4 و5. احنا لو لعيبه رجاله هنكسب في الملعب. ده غير انه جاب اسرع هدف في تاريخ الدوري المصري في الثانيه 11 ضد النادي المصري. شاشه نايل سبورت في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وهدف في الثانيه 12 لحسام باولو. نقلت من الداخليه لسموحه، كنت بفكر وانا في سموحه الليفل تاني. الموسم يخلص وباولو اثبت ان هو هداف تقيل والموضوع مش حظ، بس الناس قالت خلاص هو اخره كده وقصه حلوه، فيفاجئهم باولو بيه. فرج عامر رئيس نادي سموحه قال انه توصل لاتفاق نهائي مع نادي الزمالك لانتقال حسام باولو مهاجم الفريق السكندري للقلعه البيضاء على سبيل البيع النهائي. ان شاء الله باذن الله افنش هداف الدوري، باذن الله هيجي لي المنتخب باذن الله لما اخد هداف الدوري. ده واحد يعني لافف لما طلع عينه. تخيل انت لما توديه منتخب مصر هيبقى عامل ازاي؟ زي بقول وليد الحاله نفسها ده كفايه دفعه، بس انا رايح منتخب مصر دي بالنسبه له ده يكسر الدنيا.